السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ام خوله. من الوصفات السريعه واللذيذه اللي تقدري تقدميها في هذا الصيف لوليداتك وكيبغيها الصغير والكبير. هذه الوصفه اللي غادي نشاركها معكم اليوم، غادي نشارك معكم مقارونيه بالدجاج كتجي لذيذه. نتمنىكم تجربوها. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. كناخذوا مقله كنوضعوا فيها الدجاج مقطع مكعبات. كاين عندنا بصله محكوكه، كاين المعدنوس. بالنسبه للعطريه كاين الابزار، كاين التحميره، كاين الملحه، كاين الخرقوم، كاين سكينجبير، كاين شويه ديال الهريسه وكاين الزيت. كناخذوا المقله اللي وضعنا فيها الدجاج والبصله والمعدنوس، كنديرهم كيتشحروا فوق النار مزيان، ومن بعد كنزيدوا عليهم زيت الزيتون ولا الزيت العاديه اللي عندكم متواجد. كنزيدوا عليهم العطريه، كنقليو العناصر مزيان. بالنسبه للمقارونيه كناخذوا كاسروله كنديروا فيها الماء، كنزيدوا عليها الملحه، شويه ديال الزيت، كنخليو الماء حتى كيغلى، وكنزيدوا عليه اي نوعيه ديال المعجنات اللي عندكم. كاين السباغيتي، كاين المقارونيه، كاين الرز اللي متواجد عندكم. كنديروه فوق النار حتى كيوجد. هادو هما العناصر اللي غادي نحتاجو. كاين الفرماج، كاين المقارونيه بعد ما طابت، كاين الدجاج بعد ما وجد، وكاين الكريمه نتاع الطياب. كناخذوا المقله اللي فيها الدجاج، كنزيدوا عليها الكريمه، كنديروها فوق النار، ومن بعد كنزيدوا المقارونيه. كنحركوا العناصر ديالنا مزيان، المقارونيه والكريمه والدجاج، ومن بعد كنزيدوا الفرماج. هذه هي الوصفه ديال اليوم، كتجي لذيذه وراه سهله مهله. نتمنىكم تجربوها، ما تبخلوش عليا باللايكات والاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي.